بمشاركتك للمقطع راح يترمم مسجد أبو بكر الصديق إن شاء الله، ويكون صدقة عنك وعن والديك وكل من له حق عليك إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فكم لكم من الأجر وكم لكم من الفضل؟ والله أجر عظيم لا يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فيا أخواني، هذا مسجد أبو بكر الصديق، إحنا قائمين ونشرنا فيديو سابق حتى نجمع له ونرممه. فإذا أنت شاركت المقطع راح يوصل صوتنا لأهل الخير، وراح نرمم هذا المسجد ويكون صدقة عنكم وعن والديكم اللي حق عليكم إلى قيام الساعة. بيت من بيوت الله. إخواني، هذا مسجد بدنا نرممه ونأهله ونجهزه حتى يكون من أفضل المساجد. طبعا هذا المسجد في قريتي، مسجد أبو بكر الصديق في قرية العزيب في الصبحة. مثل ما تشوفون إخواني، المسجد هذا حال المسجد من الداخل. هذا هو حال المسجد يا أخواني. عندنا عمل كثير في هذا المسجد، فلا أريد منكم إخواني اللي يقدر يتبرع، اللي يقدر يساهم، اللي يقدر يشارك، اللي يقدر يقدم ولو دولار واحد، يتواصل معنا عبر الواتساب، رابط الواتساب في البايو ويساهم. واللي ما عنده استطاع يشارك المقطع، فالدال على الخير كفاعله. قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر فاعله شيئا. شوفوا ساعتين الأرض شلون، شوفوا هذا سبب السقف لأنه ينش مي. فأخواني، في عمل كثير راح يكون في هذا المسجد، تظبيطات، أمور كذا، حمامات وإله. فاللي يريدوا منكم إخواني اللي عنده استطاعة يتبرع يقدم اللي يقدر يقدم ولو دولار واحد، واللي ما عنده استطاعة يشارك المقطع. وإذا شاركت المقطع يوصل صوت من أهل الخير، وأهل الخير راح يتبرعون ويكون واقف عنك وعن والديك ومن له حق عليك بلا حول ولا قوة منك. فيا أخواني، اللي علينا نوصل الصوت، وأهل الخير بإذن الله ما راح يقصرون. فيا أخواني، اللي بده يتبرع يتواصل معنا عبر الواتساب، رابط الواتساب في البايو. واللي ما عنده استطاعة يشارك المقطع، فالداعي الخير كفاعله.